راديو القاهرة الكبرى يقدم اتعلمت. القناعة والذكاء. بسمع كلام بابا. اتعلمت. بسمع كلام ماما وتيتا وجدو. بحب صحابي. اسكتوا بقى عشان نسمع حكايات كوم. إعداد وتقديم حنان سالم. أصحابي وصحباتي أهلا بيكم. الدكتورة حنان عبد الرازق زي ما بتكلمنا كل مرة عن حاجات مهمة وحاجات علمية، النهاردة هتكلمنا عن الشهب والنيازك. يلا بينا نسمع هتقول لنا إيه عليهم. أصحابي الحلوين، إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في حد من الحلوين اللي بيسمعني اسمه شهاب؟ طب في حد منكم يعرف حد من أصحابه أو قرايبه اسمه شهاب؟ أكيد ممكن تكونوا بتعرفوا حد من قرايبكم أو من أصحابكم يكون اسمه شهاب. يعني إيه اسم شهاب بقى بتاع أصحابنا ده؟ الشهاب ده عبارة عن نيزك اخترق الغلاف الجوي للأرض. إيه ده؟ استني، نيزك يعني إيه نيزك؟ إيه هو النيزك ده؟ النيزك ده عبارة عن صخور صغيرة أو كبيرة بتمر في الغلاف الجوي اللي هو الغلاف اللي بيحيط كوكب الأرض اللي فيه غازات كتير زي الأكسجين والنيتروجين. الصخور الصغيرة أو الكبيرة دي بتمر عبر الغلاف الجوي ده ومش بتتحرق وهي بتمر من الغلاف الجوي ده ولا بتتبخر، بتفضل سليمة لحد ما بتصطدم بالأرض. هو ده النيزك اللي بكلمكم عليه. والنيزك ده له أنواع كتير، في نيازك صخرية وفي نيازك حديدية وفي نيازك حديدية صخرية. النيازك الصخرية دي يعني صخور بتكون فيها معادن اسمها السيليكات. الصخور دي هي اللي بتمر من الغلاف الجوي ولا بتتحرق ولا بتتبخر وبتصطدم بالأرض. وفي نيازك تانية حديدية بتكون صخور برضو لكن بتتكون من أنواع تانية من المعادن زي معدن الحديد ومعدن النيكل، وبرضو بتمر من الغلاف الجوي ومش بتتحرق ومش بتتبخر وبتصطدم بالأرض. وفي كمان نيازك حديدية صخرية، دي بتكون عبارة عن خليط ما بين النوع الأولاني والنوع التاني. بتكون عبارة عن صخور برضو بتتكون من خليط من الاتنين، كميات كبيرة من المعادن وكميات كبيرة من الصخور. طب نرجع تاني لصاحبنا شهاب، احنا معرفناش يعني ايه شهاب. احنا قلنا ان النيزك هو صخور صغيرة او كبيرة بتمر من الغلاف الجوي من غير ما تتحرق ولا تتبخر وبتصطدم بالارض. طيب يا ترى لو النيزك ده او الصخور دي اتحرقت وهي بتمر من الغلاف الجوي، لو اتحرقت وهي بتمر من الغلاف الجوي كده بقى اسمها شهاب. ولها اسم تاني كمان بنسميها النجم الساقط. والشهاب او النجم الساقط ده بيكون عبارة عن بقايا الصخور اللي بتنتج من احتراق النيزك ده. طب الشهاب ده بنقدر نشوفه؟ أيوة بنقدر نشوفه بأدوات الرصد في المراصد الفلكية، يعني الأدوات اللي علماء الفلك بيبصوا فيها في الفضاء وفي السماء وبيشوفوا بيها النجوم والكواكب. ممكن كمان في السماء الصافية في الأماكن المرتفعة أو في الصحاري نقدر نشوف الشهاب ده وهو بيخترق طبقات الغلاف الجوي، لأنه في النقطة اللي بيخترق فيها الغلاف الجوي وبيحترق والشهاب ده بيلمس الغلاف، في النقطة دي بالذات لما بيجي يخترق الغلاف الجوي بيحصل احتكاك مع جزيئات الهواء في الغلاف الجوي، فبترتفع درجة حرارة الصخور دي جدا 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 وبتنفجر وبتعمل شكل كرة زي كرة النار. كرة من النار أو اللهب بتقع في اتجاه الأرض، بس هي بتتبخر قبل ما بتوصل لسطح الأرض. علشان كده بنقدر نشوف النور بتاع الشهاب ده في السماء. الشهاب ده أحجامه ممكن تكون صغيرة بحجم حبات الحصى أو ممكن تكون كبيرة زي الكورة. زي ما قلنا إن الصخور دي اللي هي بتتحرق لما بتعدي من الغلاف الجوي واسمها الشهاب بتتبخر قبل ما بتوصل للأرض. واحنا بنقدر نشوف في السماء الإضاءة أو الضوء اللي بيكون ناتج عن الانفجار بتاعها، وإن الشهاب بيتحول لكورة من اللهب أو كورة من النار. طب لون الشهاب ده بيكون إيه؟ لون الشهاب بيختلف حسب اختلاف مكونات الصخور اللي بتتكونه. يعني ايه؟ يعني حسب نوع المعادن اللي بتبقى داخله في تركيب الصخور اللي بتكون الشهاب ده بيختلف لون الاضاءه او الضوء اللي بينتج من الشهاب بتاعنا. يعني مثلا الشهاب اللي بيتكون الصخور بتاعته من معدن الحديد بيكون لونه اصفر، بيعمل اضاءه لونها اصفر لما بيتحرق وهو بيمر من الغلاف الجوي.
والشهاب اللي بيكون الصخور بتاعته مكونة من عنصر السيليكون، وهو بيعدي من الغلاف الجوي وبيتحرق بيعمل إضاءة لونها أحمر. لكن لو الشهاب بيتكون مثلا من معدن النحاس وهو بيعدي من الغلاف الجوي وبيتحرق هيظهر لنا باللون الأخضر. يعني معنى كده إن الشهب جمع شهاب هم أشكال وأنواع وكمان ألوانها مختلفة. هم أنواع زي ما قلنا إن هم عبارة عن 3 أنواع حسب نوع المعادن اللي بيكونهم، وكمان ألوانهم بتبقى مختلفة لما بيتحرقوا علشان المعادن اللي بتكونهم معادن مختلفة. الشهاب لما بينفجر وبيتحول لكرة من النار مش بيسبب أي ضرر، لأن هو بيتبخر قبل ما بيوصل لسطح الأرض زي ما قلنا. لكن في بعض الأحيان، ودي بتكون حالات نادرة جدا جدا، الشهب دي لما بيكون أحجامها كبيرة ممكن لما تنفجر تعمل ضرر أو تعمل مشاكل وأخطار كتيرة، لأنها ممكن تتسبب في تدمير الغابات والأشجار وتعمل اشتعال للنار في الغابات دي. وساعات كتير بنسمع عن غابات موجودة بره في البلاد الأوروبية أو في أمريكا بيحصل فيها اشتعال في النيران لما بيكون في شهاب بالحجم ده بيسقط بعد انفجاره على الغابات أو على الأشجار. الشهب دي في العادي بتقع في شهر اسمه آب. الشهر ده بيقابل شهر أغسطس عندنا في شهور السنة الميلادية بتاعتنا. والشهب دي لما بتسقط وبتنفجر وبتعمل الإضاءة دي في السماء بتبقى شكلها عامل زي الفاير ووركس أو الألعاب النارية اللي احنا بنشوفها في الاحتفالات. بنشوفها كأنها نجوم بتلمع وبتنور نازلة من السماء. أصحابي، عرفتوا دلوقتي يعني إيه اسم شهاب؟ لو حد من أصحابك اسمه شهاب أو أنت اسمك شهاب، أنتوا كده عرفتوا معنى الاسم. ويا رب دايما تفضلوا منورين وبتلمعوا زي نجوم السماء. حكايات كوم. إعداد وتقديم حنان سالم. ولكم أرق تحيات أزهار محمد من الهندسة الإذاعية.